مساء الخير يا شباب، مساء الخير على كل الناس اللي بتحب الفن وبتحب الرسم تحديدا. تعالوا نخش في الموضوع النهارده على طول. شايفين التلات الوان دول؟ طب لو انا مش معايا كل الالوان دي ومعايا التلات الوان دول بس، تيجي نشوف هنعرف نعمل بيهم ايه؟ يلا بينا. ده لون بني وانا معايا التلات الوان بس اهو. انا بعمل اللي كلنا فاكرينه صعب اهو. تعالوا كده. ماشي يا عم، لغايه دلوقتي انت بتدي احمر. حاضر. ماشي اهو. وما تحاولش ابدا تدوس على الالوان في المرحلة دي علشان ما تسدش مسام الورقة زي ما احنا اتكلمنا كتير في فيديوهاتنا قبل كده. شايفين اهو؟ عملت ايه؟ استخرجنا اللون البني، عملنا لون بني، انشأنا لون بني من اول وجديد. طب انا لو مش معايا لون بني اصلا هعطل؟ طبعا. انت راجل فاهم انت بتعمل ايه ودارس وحافظ شغلك. بل بالعكس، انت لما تكون اللون ده ان دل فيدل على ان انت فاهم انت بتعمل ايه اهو. اهو ولا لمست اللون ده اصلا ولا حطيته على الورقة اهو. وخلي بالكوا انا استخدمت التلات الوان. يلا نخش على اللون اللي بعده. الفكرة كلها ضغطة ايدك على الورقة عاملة ازاي. انت بتحط لون ايه اكتر من ايه، او اذا كأنك بالظبط بتعمل مقادير لحاجة معينة. ومع ذلك انا بستخدم تلات الوان، ما سبتش لون، بس حطيته بمقادير معينة. هل كترت ايه عن ايه؟ هل شلت ايه وحطيت ايه؟ هل استغنيت عن ايه وحطيت او ما حطيتش بكمية اكتر بكمية عن التاني قد ايه؟ فاهمين الموقف ازاي؟ اهو. انتم ملاحظين ان انا في كل مرة بستخدم التلات الوان؟ من البني الغامق للبني الفاتح بنفس التلات الوان اهو. خش على اللون اللي بعده. فانت المفروض تغير مفهومك عن اللون، ان هو مش لون، هو مجموعة تلات الوان، وانت بتزود عليه او بتنقص منه اللون اللي انت مش عايزه. ومع ذلك استخدمت اهو الازرق. لازم احط التلات الوان مع بعض علشان يقدر اللون يطلع متشبع اهو. ما استغنيتش على ولا لون من التلاتة اهو. كل الالوان اللي في ايدي تلات الوان اهم. شايفين؟
خش على اللي بعده. هل في لون مش هستخدمه بالتلاتة؟ متعرفش، تعالى نشوف. كنا لسه بخلص البرتقال. اهو. برغم ان اللون ده مفهوش اصفر، بس حبيت احط الاصفر عشان نوصل لحاجة اسمها اكتمال اللون او الاكتمال اللوني. طبعا الاصفر حطيته بشكل بسيط. علشان هو مش داخل في تكوين اللون ده، بس احنا زي ما قلت لكم لازم نوصل للاكتمال اللوني عشان يبقى اللون متشبع، ما يبقاش فيه لون تحسه كده مش كامل، يعني عينيك مش مرتاحة وهي شايفاه. اهو. طيب نفس الفكرة في اللون اللي بعده. شايفين انا ما بشيلش ايدي او ما شيلتش ايدي علشان اخش في اللون اللي بعده. طب الاخضر بيتكون من ايه؟ ازرق واصفر، ومع ذلك هحط برضو شعراية احمر اهو. شايفين الجمال؟ شعراية بسيطة احمر تديني اكتمال لوني اهو. تشبع جميل. ابدأ بقى اكد على اللون اللي انا عايزه اللي هو ده بالالوان اللي بتكونه. انت لو فهمت الفيديو ده كويس هتقدر تستخرج عدد لا نهائي من الالوان. اذا كان بالتلاتة دول قدرنا نطلع 1 2 3 4 5 ومعانا 8 الوان. 3 الوان بس طلعوا لك 5 غيرهم. انت متخيل؟ نبدأ نأكد بقى. طبعا هنا انا حبيت ان انا اسرع الفيديو علشان وقتكم، لكن هو بنفس المبدأ. انت بتشتغل اللون عبارة عن ال3 الوان، بس بكميات بتزود ايه او بتقلل ايه، فانت فاهم بتعمل ايه بالظبط بناء على فهمك كل اللون. يا ريت يا جماعه اللي استفاد من الفيديو يرسم ويوريني ويبعت لي في التعليقات، ويعمل اشتراك زي ما قلت لكم للقناه، ويعمل لايك الفيديو ويحط كومنت جميل كده عشان نقدر نوصل لبعض بشكل اكبر. تاني هقولها لك، مارس كتير وما تيأسش، هتوصل لنتيجه حلوه جدا، وربنا معاكم. شكرا.